النهارده نتكلم عن حاجه مهمه جدا لاي حد حابب يتابع نتائج جسمه. هنتعلم ازاي نقرا الورقه بتاعه الانبادي وايه المهم فيها وتفهم كل الارقام اللي فيها، وكمان هقول لك ازاي تعمله وامتى وتعمل قبله ايه. خلينا الاول نعرف ليه نعمل انبادي. الانبادي هو تحليل كامل للجسم، طلع نسبه العضلات والدهون والميه، يعني تعرف جسمك محتاج ايه بالظبط، تزود عضل او تخس دهون او توازن ما بينهم. بيعرفك برضه جسمك محتاج كام سعره في اليوم. كنا اتكلمنا فيديو قبل كده عن ازاي تحسب سعرات، هتلاقيه موجود على القناه. خلينا نعرف احسن وقت تعمل فيه انبادي، وهو الصبح اول ما تصحى على الريق قبل ما تاكل اي حاجه او تشرب، وبعد ما يكون عدى ساعتين لثلاثه من بعد التمرين، بس يبقى تمرينه خفيفه، بس الاحسن ما يكونش فيه اي تمرين قبليه. ازاي نعمله؟ خطوه بخطوه. حاول على قد ما تقدر وانت رايح تعمله تكون لابس هدوم خفيفه، وما تكونش لابس اي معادن زي الساعات او الخواتم او غيره، وهتطلع على الجهاز وتمسك الانتنه اللي موجوده فيه وتفضل ثابت. بس كده، دي الخطوات اللي انت تعملها وانت رايح وانت هناك برضه. طيب خلينا نعرف ايه اللي هنستفاده من الورقه اللي هتطلع. رقم واحد، البيانات الاساسيه، الوزن، الطول، السن والنوع. طيب ونيجي لمكونات الجسم، البادي كومبوزيشن. عندك كميه الميه والكتله العضليه، المعادن والعظم، ووزن الدهون بالكيلو، المقارنه بين وزن العضل والدهون، معدل الحرق البي ام اي، ونسبه الدهون البادي فات. لما ننزل تحت هنلاقي العضلات والدهون في كل جزء، اليمين والشمال، في الدراعين والرجلين ومنطقه الوسط، البي ام ار او البيزك ميتابوليك ريت، وهو معدل الحرق الاساسي. وفي نفس الوقت بيبقى مكتوب اقتراح انك تزود عضل او تخس دهون على حسب القرايات اللي هتطلع لك. طيب نعمل الاختبار ده كل قد ايه؟ ممكن تعمل الاختبار من 4 ل 6 اسابيع على حسب هدفك، لو زياده عضلات او نقصان دهون، او كل شهرين ل3 لمتابعه الجسم عموما. اهم حاجه حاول تكون نفس الظروف، حاول ما تخافش من الارقام اللي هتطلع لك، وانك تركز على التغييرات اللي هتحصل لك بالوقت. دايما استعمل النتائج لتعديل الدايت بتاعك، وخليك عارف ان الجهاز هيبقى اقل دقه لو انت عملت اي حاجه غلط قبليه، زي انك تكون شارب او واكل او متمرن. برضه ما تنساش النوم، لازم تنام كويس قبل ما تروح تعمل الاختبار ده. لو عملت كل الخطوات اللي موجوده في الفيديو دي اضمن لك انك هتعمل انبادي صح. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات وهرد عليه. وبس كده، لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.